السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وصيامكم وقيامكم. اليوم عندنا لقاء مع أبرز الأصوات التي تتميز بالخشوع، التي تتميز بالجمالية، إنه صوت القارئ والمؤذن أبو عقيل الشكري. أبو عقيل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. أبو عقيل، ممكن تحدثنا عن تاريخك بقراءة القرآن والأدعية في الصحن القاسمي المطهر؟ والله طبعا بداية كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر المبارك. طبعا قرأت بالقاسم عليه الصلاة والسلام من سنة 1994 ولحد الآن، أدعية وقرآن. تعرضت بعض الأمور من قبل النظام السابق، بعض الضغوطات، والحمد لله والشكر الله كفانا شر ذيك الأيام. الحمد لله. أبو عقيل، طبعا احنا بمدينة القاسم نفتقد للأصوات الجميلة، لكن صوت أبو عقيل تميز على هذه الأصوات، وكل أبناء مدينة القاسم خاصة في شهر رمضان يستمعون إلى صوتك، هذا الصوت الجميل، الصوت يعني الهادي الرائع. أبو عقيل، بمن تأثرت من القراء؟ طبعا بالنسبة للقراء اللي تأثرت بهم، بالنسبة للقراء العراقيين عبد الرحمن توفيق قارئ، وعلاء الدين القيسي، هاي بالنسبة للعراقيين. أما بالنسبة للمصريين فهو الشيخ محمد صديق المنشاوي. ليش؟ لأنه يقرأ بخشوع ويقرأ الكلمة تطلع من قلبه، فتأثرت بهم حيل يعني، الحمد لله. أبو عقيل، الأقرب إليك القرآن أم الأدعية؟ والله هن اثنين، ولكن أكثر شيء هي يعني الدعاء، القرآن ثم الدعاء. أبو عقيل، نصيحة توجهها للقراء الشباب اللي يعني مو بس بمدينة القاسم وإنما بمختلف المدن والأماكن؟ والله احنا درسنا أولادنا، وأكو قسم هسه وصلوا مراحل الحمد لله والشكر، نطلب من عندهم أنه بالمستقبل من يقرؤون القرآن يتدبرون القرآن ويروحون إلى التفاسير، حتى من يقرأ بتدبر ويعرف الآية شنو هاي معناها ويقرأها. بس مو مجرد يعني يقرأ ويمشي، يقرأ بتدبر ويعرف الآيات، يعرف معاني الكلمات، على الأقل يعرف معاني الكلمات. هذني أحث عليهم من الضروري، لأنه إذا قراءة بدون تدبر يعني لغو يعتبر. أنا حسب رأيي، بعد ما أدري، وأرجو من الأخوة أنه يلتزمون بالتدبر القرآن والتفاسير الموجودة بأيدينا. أبو عقيل، ممكن نسمع منك مثلا مقطع محبب إليك بالقرآن أو الدعاء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
تكذبان. صدق الله العظيم.